السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نديرو ورشة تاع هذا القفاز. لاحظوا هذا القفاز يتكون من هذا الدوائر هكذا، قفاز رجل القطة. هذا ما زلت ما لصقتهمش، وها هو القفاز يجي عبارة عن وحدتين كيما هكذا، ومنا يجي مفتوح. لاحظوا أماكن الأصابع تجي مفتوحة هكذا، ونلصقوا القلب هنايا، ونلصقوا هذو هكذا. كنت عملت واحد في الحجم الكبير، يعني حجم شخص بالغ، ها هو. وهذا اليوم حجم أطفال صغار. هذا تقدري تقولي من 10 سنين وطلعي لفوق، 10 11 حتى 12 سنة فما فوق. وهذا تاع اللي أقل 6 سنين 7 سنين 8 سنين حتى 10 سنين. بهذا لهنا فقط استعملت لهنا صوف على 1، وهنا صوف على 2 فقط. هذا هو الفرق. لاحظوا يعني كيف تغير الحجم كي دوبليت الخيط. نبدأ على بركة الله. الصوف هذه رقيقة، راح نستعمل معاها الكروشي 2.5 2.5. نبدأ على بركة الله. ندير عقدة البداية، ها هي عقدة البداية، وراها راح ندير 15 سلسلة. 1 2 3. عقدة البداية ما نحسبوهاش. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ها هي سلسلة فيها 15. الآن نروح نخلي العين الأولى، نروح للثانية ونعمل غرزة حشو، نروح للي وراها ونعمل غرزة حشو، ونكمل حتى نتحصل على 13 غرزة حشو. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و13. قداش يبقى لي؟ تبقى لي فقط عين واحدة. قلنا غرزة البداية نعقدوها مليح، نزيروها هكذا مليح تاع البداية باش ما يتفتحش العمل. ها هي تبقى لي، ها هي فقط غرزة واحدة، ها هي فقط غرزة واحدة. هذه الغرزة راح يكون فيها الدوران تاعي، راح يكون فيها التزايد، راح يكون هنا فوق هذه الغرزة. واش راح ندير في هذه الغرزة؟ نعمل 3 غرز حشو في نفس العين. 1 2 و3. لاحظوا يدور لنا العمل هكذا. الآن على نفس السلسلة هذيك اللي كنا خدمنا فيها عليها من هنا، راح نخدمو 13 غرزة حشو. هذا خيط هذا راح نمشيوه مع الخدمة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و نعاود نحسب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 والأخيرة 13. هكذا تحصلوا على هذا الشكل. الشكل اللي هو راح يكون لي هنا هكذا.
راح نبقاو ندورو هكذا ونرجعو. هذا الخيط الزايد هذا نقصو، عندي ما ندير به. الان ها هو العمل تاعي. الان ندير السلسله ونقلب العمل. راح نعاود نخدم 13 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ها هي 13. الآن هذوك الثلاثة اللي كنا درناهم هنا، ثلاثة، راح كل وحدة فيهم ندير فيها تزايد. يعني كل غرزة من هذوك الثلاثة نعمل فيها 2 غرزة حشو. 1 2 اللي موراها 1 2 واللي موراها 1 2. الآن 13 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. لاحظوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. الآن سلسلة ونقلب العمل. كيف راح كل مرة هنا 13 وهنا 13 والتزايدات راح يكونوا فقط هنا. الآن 13 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. لحقنا لهنا مكان التزايدات. واش راح ندير؟ مرة غرزة حشو، مرة تزايد، مرة غرزة حشو، مرة تزايد، مرة غرزة حشو، مرة تزايد. غرزة حشو، بعدها تزايد غرزتين في نفس العين، بعدها غرزة حشو، بعدها تزايد غرزتين، وبعدها غرزة حشو، وبعدها تزايد غرزتين. لاحظوا العمل كيفاش. الآن 13 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. الآن سلسلة، نعاود نرجع من هنا. الآن نعاود 13 غرزة حشو. 13 غرزة حشو. الآن كنا السطر اللي قبل عملنا حشو وتزايد، حشو تزايد، حشو تزايد. الآن الأولى فيها حشو، والثانية فيها حشو، والثالثة فيها تزايد. يعني مرتين حشو ومرة تزايد، مرة حشو ومرة حشو، والثالثة تزايد. كيف مرة حشو ومرة حشو، والثالثة تزايد. بعدها 13 حشو ونديرو سلسلة ونعاودو نرجعو 13 ونديرو التزايد الموالي. عملنا 13 درنا سلسلة وعاودنا رجعنا 13. ها هي 13. الآن 3 حشو وتزايد.
غرزة حشو الأولى والثانية والثالثة، بعدها تزايد، نزيد غرزة حشو الأولى والثانية والثالثة، وراها تزايد، ونزيد غرزة حشو الأولى والثانية والثالثة، وراها تزايد، بعد 13 غرزة حشو وسلسلة، نعاودو نرجعو 13. عملنا 13 سلسلة، عاود رجعنا 13 واحدة أخرى. الآن هنا راح ندير 4 حشو، 1 2 3 4، وراها تزايد، نزيد 1 2 3 4، وراها تزايد كيف 1 2 3 4، وراها تزايد. الآن كملت الأسطر هذو اللي زي بعضهم. نكملو درك 13 غرزة حشو ونتلاقاو. ها هي المرحلة الأولى، ها هي المرحلة الأولى. نرجعو للباترون، أنا كنت كتبتو ديجا من قبل. واش خدمنا 15 سلسلة هذه، بعد بقينا نخدمو هكذا، نروحو ونرجعو نروحو ونرجعو في كل مرة 13 إكس و3 غرز حشو في الغرزة الأخيرة، و13 إكس. سطر ثالث 13 إكس 3 تزايدات اللي هي في معناها تزايدات، الإكس معناها غرزة حشو، و13 إكس. بعد واش قلنا 13 وغرزة حشو وتزايد، نعاودوها 3 مرات و13 غرزة حشو. السطر الخامس 13 إكس 2 حشو وتزايد، نعاودوهم 3 مرات و13 إكس. من بعد السطر السادس 13 إكس 3 إكس وتزايد، نعاودوها 3 مرات و13 إكس. السطر السابع 13 إكس 4 إكس وفي، يعني 4 حشو وتزايد، نعاودوها 3 مرات و13 حشو. الآن كملنا هذه المرحلة الأولى، دركا رانا في السطر الثامن. السطر الثامن واش فيه 10 حشو اللي هي 10 إكس و2 نصف عمود، بعدها 3 عمود وتزايد عمود، نعاودوها 4 مرات، بعد 3 عمود 2 نصف عمود و11 حشو. يعني راح نعملو هذا السطر، راح نعملو هذا السطر. لاحظوا واش ندير سلسلة ونقلب العمل. الآن عندي 10 إكس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إكس. 10 ورا 10 2 نصف عمود، هذه نصف عمود الأول وهذا نصف عمود الثاني، وراهم 3 عمود، العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث، ومن بعد تزايد عمود. وش معناها تزايد عمود؟ يعني عمودين في نفس العين، هذا الأول والثاني في نفس العين، نزيدو الثاني. هذه المرحلة هذه 3 عمود وتزايد، نعاودوها 4 مرات، يعني راح نزيد ندير مرة أخرى 3 عمود، 1 2 3، والرابعة فيها تزايد عمود، العمود الأول والعمود الثاني، ونزيد نعاود. هنا درت مرتين،
نزيد درك الثالثة، عمود واثنين وثلاثة، والرابعة فيها تزايد عمود. هذا العمود الأول والعمود الثاني. هكا خدمنا 3 خطرات، مازالت الرابعة، عمود واثنين وثلاثة وتزايد عمود. هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني. هكذا عاودنا 3 عمود وتزايد عمود 4 مرات. ها هي النتيجة. الآن 3 عمود، يعني راح نزيد 3 عمود، 1 2 3. مور 3 عمود 2 نصف عمود. هذا نصف عمود الأول وهذا نصف عمود الثاني، وراهم 11 إكس، يعني 11 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و11. لاحظوا، ها هي النتيجة. الآن راح نروحوا للسطر التاسع. السطر التاسع واش فيه؟ ندير سلسلة ونقلب العمل. واش فيه السطر التاسع؟ فيه 11 غرزة حشو. نعملو 11 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و11. 11 غرزة حشو. موراها نصف عمود، موراها نصف عمود. ها هو نصف عمود. من بعد عندي فراغ، ورا الفراغ 5 عمود في نفس العين، أعمدة في نفس العين وراها فراغ، يعني فراغ 5 أعمدة وفراغ. نترك هذا الفراغ، هذا نتركه ونروح للموالي. هذه العين راح نخدم فيها 5 عمود. 1 2 3 4 و5. 1 2 3 4 5. 5 عمود في نفس العين. بعد نترك فراغ وندير 2 إكس. نترك فراغ، هذا نتركه، والموالية ندير غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية. هذه واش راح تكون؟ راح تكون الإبهام. بعد فراغ و5 عمود مع بعض وفراغ ووحدة غرزة حشو. نترك الفراغ والموالية ندير فيها 5 عمود. 1 2 3 4 5. مور ال5 فراغ وغرزة حشو. موراهم كيف فراغ 5 عمود فراغ وغرزة حشو، من بعد فراغ 5 عمود فراغ وغرزة حشو، من بعد فراغ 5 عمود وفراغ، باش نديرو الأصابع الأربعة الباقية ما بيناتهم غرزة حشو غرزة حشو غرزة حشو. ما بين الإبهام والسبابة فقط 2 غرزة حشو. يعني راح نترك فراغ والسلسلة الموالية نخدم فيها 5 عمود. 1 2 3 4 5. هكذا. بعد نترك فراغ وغرزة حشو. نزيد نترك فراغ
و5 عمود اخرين، 1 2 3 4 و5. قداه نصبع درنا 1 2 3 4، مازال الخامس نترك فراغ وغرزة حشو، ونزيد نترك فراغ و5 عمود، 1 2 3 4 5. هكا خدمنا الأصابع ال5. ورا 5 عمود الأخيرة عندي فراغ، ومن بعد نصف عمود، ومن بعد 15 حشو. يعني فراغ، مور الفراغ نصف عمود، ومور نصف عمود 15 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لاحظوا دائما يبقى لي هنا خط مستقيم. لاحظوا كيفاه بانت الخدمة تاعنا. الآن السطر العاشر. السطر العاشر وش فيه؟ السطر العاشر فيه 17 غرزة حشو. يعني ندير سلسلة ونقلب العمل ونعمل 17 غرزة حشو، وراح نعملهم ونرجع لكم. ها هي عملت 17 غرزة حشو. مور 17 3 تزايد عمود. وش معناها 3 تزايد عمود؟ يعني 2 عمود في السلسلة هذه، و2 عمود في السلسلة هذه، و2 عمود في السلسلة هذه. هذا وش معناها 3 تزايد عمود. ها هو العمود الأول والعمود الثاني في نفس العين، هكذا تزايد. نزيد السلسلة اللي موراها عمود وعمود في نفس العين، هذا التزايد الثاني. ونزيد اللي من وراها عمود وعمود، هكذا عندي 3 تزايدات تاع أعمدة. موراها 3 إكس، يعني اللي موراها راح ندير فيها غرزة حشو، واللي من وراها كيف كيف غرزة حشو، واللي من وراها غرزة حشو، 3 غرز حشو. من وراها تزايد 3 أعمدة كيف كيف، 1 2 في الغرزة الأولى، 1 2 في الغرزة الثانية، و1 2 في الغرزة الثالثة. كيف كيف نزيد ندير 3 غرز حشو، 1 2 و3. غنبانو لي الأصابع. نروح للثالث. كيف كيف تزايد عمود في الأولى هذه، ونزيد تزايد عمود في اللي وراها، ونزيد تزايد عمود في اللي وراها. كيف كيف من بعد 3 غرز حشو، 1 2 3. نفس الشي مع الإصبع الرابع، تزايد عمود في العين هذه، من بعد تزايد عمود في العين الموالية، ومن بعد تزايد عمود في العين الثالثة. الآن لحقت عند الإبهام. لهنا راح ندير 4 حشو ماشي 3، 4. 1 2 3 و4. ونزيد نعاود نخدم الإبهام، تزايد عمود في السلسلة هذه، وتزايد عمود في السلسلة اللي موراها، وتزايد عمود
السلسلة اللي موراها. الآن يعني هنا تزايد العمود الأخير وراه 13 إكس، يعني وراه 13 إكس حتى لهنا هذه 13 إكس. نكملها ونجي. ها هي النتيجة، ها هي كملت 13 وغرزة حشو. الآن سلسلة ونقص الخيط هكذا. لاحظوا الجهة هذه كملتها، هنا راني كملت الجهة هذه هكذا. ها هي الجهة هذه. الآن راح نخدم الجهة هذه اللي نركب فيها، سواء بالنسبة لليد اليسار أو اليمين، بيان سور وحدة راح تكون معكوسة على وحدة. المهم كملت جهة من الجهتين. الآن راح نكمل الجهة المقابلة لها، ها هي عبارة عن جهتين، جهة هذه والجهة هذه. كملنا جهة، نزيدو نديرو الجهة اللي مقابلتها. بطبيعة الحال الجهة اللي مقابلتها راح تكون العكس تاع هذه، يعني كنا بدينا الإبهام من هنا وطلعنا ورجعنا، الثانية راح نبدا الإبهام من هنا من هنا. تبعوا معايا برك تفهموا. لكن المرحلة الأولى راح تكون نفسها، يعني عندي من السطر الأول، لاحظوا من السطر الأول إلى السطر السابع، هذه المرحلة راح تكون نفسها. يعني نتوما لهنا راح تعاودوا تهزوا الخيط والكروشي وتعاودوا نفس المراحل، 15 سلسلة، 13 إكس وثلاثة في الغرزة الأخيرة و13 إكس، وتكملوا حتى السابع هذا اللي فيه 4 إكس وتزايد. نحبسوا هنا كي نلحقوا للثامن، السطر الثامن والتاسع والعاشر راح يكونوا العكس. نكمل معاكم لابارتي هذه ونرجعوا نكملوا العكس هذا اللي هنا في 8 و9 و10. ها هي النتيجة بعد ما درت من 1 حتى 7 حتى السطر 7 اللي هو لهنا التزايدات 4 إكس وفي 4 إكس وفي 4 إكس وفي. الآن كنا خدمنا البارتي هذه، دركا راح نخدمو العكس. قبل كنا هنا في السطر هذا درنا منا الإبهام ومن بعد الأصابع الأربعة مع بعض، دركا العكس راح نديرو الإبهام منه الأصابع، يعني راح نعكسو. هنا سطر 8 فيه 10 إكس، 2 نصف عمود، 3 عمود وتزايد عمود 4 مرات، 3 عمود، 2 نصف عمود و11 إكس. الآن راح نبدأ من هنا ونروح، يعني راح نبدأ ب11 إكس. سلسلة 1 2 ندير 11 إكس هكذا. خدمنا 11 إكس، مور 11 إكس عندي 2 نصف عمود، هذا الأول والثاني، موراهم 3 عمود، 1 2 و3، موراهم 4 مرات تزايد عمود و3 عمود، يعني راح ندير تزايد عمود، يعني عمود الأول والعمود الثاني في نفس العين، ومن بعد 3 عمود، 1 2 و3، نزيد تزايد عمود 1 و2 في نفس العين، من بعد 3 عمود، 1 2 و3. دركا درت مرتين، نزيد المرة الثالثة، لازمني 4 مرات تزايد عمود و3 عمود، 1 2 و3، نزيد تزايد عمود الأخير و3
عمود، 1 2 و3. الآن 2 نصف عمود، 1 نصف عمود، 2 نصف عمود، هكذا. الآن 10 إكس، نتأكدوا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. هاهي الحساب قد. الآن سلسلة ونقلب العمل. الآن السطر الثالث كيف. الآن بالنسبة للسطر 9 كيف راح نبدأ من هنا ونطلع حتى نلحق لهنا. أول حاجة هي 15 عمود، هنخدم 15 سلسلة عفوا، 1 2 3 ونكمل 15. ها هي في 15 غرزة حشو، 15 غرزة حشو، وراها نصف عمود، هاي وراها نصف عمود، وراها فارغ عمود وفارغ وسلسلة غرزة حشو، وفارغ عمود فارغ غرزة حشو، فارغ عمود فارغ غرزة حشو، حتى نلحقو للإبهام نديرو 2 غرزة حشو ما بين الأعمدة، وبعد نصف عمود، وبعد 11 إكس. يعني هنا ورا نصف عمود فارغ و5 عمود، 1 2 3 4 5، بعد فراغ وغرزة حشو، نزيد فراغ و5 عمود، 1 2 3 4 5 فراغ وغرزة حشو، ونزيد فراغ و5 عمود، 3 4 5 نزيد فراغ وسلسلة، فراغ و5 عمود، 1 3 4 و5. الآن شوفوا درنا الإصبع الأول الثاني الثالث الرابع، يعني لهنا راح ندير الإبهام، هنا راح ندير فراغ و2 غرزة حشو، في هذا ندير غرزة واحدة، هنا 2 غرزة حشو، بعد فراغ و5 عمود، 1 2 3 4 5. موراهم فراغ ونصف عمود، فراغ هيا فراغ ونصف عمود، موراها 11 حشو في الجزء هذا اللي بقى. هي النتيجة. الآن مازال لي السطر الأخير، السطر الأخير هو اللي راح نديرو فيه التشبيك مع الجزء هذا. سلسلة ونقلب العمل. شوفوا الآن واش راح ندير. خدمنا هذا كامل لهنا، الثامن خدمناه بالعكس، والتاسع خدمناه بالعكس، العاشر كيف راح نخدموه بالعكس ونطلع حتى لهنا. اوكي، لكن هذا السطر العاشر هذا الآن نخدمه بالعكس، وفي نفس الوقت راح نشبك مع الجزء الأول، راح تشوفوا كيف ما نبداو التشبيك هاك فيه يكون. شوفوا
هذه ها وجهها، ها وجهها، هذا الظهر راح نحطوها هكذا، وهذه راح نجيبوها حتى هي هكذا، بحيث الإبهام عند الإبهام، ها الإبهام عند الإبهام هكذا. احنا راح نخدمو السطر الأخير. لاحظ واش ندير، نحي الكروشي، نجي هنا، هذا الخيط نسحبو في العين الأولى، هذه العين الأولى تاع الجهة هذه، ها هي شفتوها، هذه العين الأولى راح نسحب فيها هذا الخيط هكذا. هنا راني بديت التشبيك، شبكت الخيط الأول، هذا نمشيه مع الخدمة. راح ندير غرزة الحشو الأولى هنا هكذا، وفي كل مرة نخدم غرزة على هذه الجهة نعقب الخيط تاعها في المقابلة في الجزء هذا. ها خدمت الغرزة الأولى، الآن واش ندير، نروح للعين الثانية ونسحب هذاك الخيط، هذيك الغرزة، نزيد نروح ندير الغرزة الموالية هكذا. بعد الخيط هذا راح نسحبه على الغرزة الموالية، شفتوا التشبيك كيفاش يكون، شوف. بعد راح نروح للغرزة، نخدم غرزة الحشو الموالية، كيف الخيط هذا ندخله في المقابلة، لاحظوا التشبيك. بعد الغرزة الموالية، ومن بعد نجبد الخيط هكذا، ونبقى نخدم هكذا حتى 13 غرزة حشو، حتى نكمل 13 غرزة حشو. نكمل هنا، مانيش راح نكوبي الفيديو، راح نكمل معاكم خطوة بخطوة في التشبيك. كيف نسحب كل مرة، نسحب الخيط للجهة اللي من هيك، ها هكذا، ونسحب الجهة الأخرى. لاحظوا ها هو التشبيك كيف هيكون. نقص هذا الخيط ما عندي ما ندير به، هذاك اللي مشيناه مع الخدمة، ونكمل غرزة حشو ونعقب الخيط من الجهة الثانية هكذا، غرزة حشو، نمشي الخيط تاعي للجزء الآخر، غرزة حشو، نبقى هكا نشبكو حتى نوصل للأصابع. نحسب قداه غرزة درت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نكمل هذه 10 نشبكها حتى هي، وهذه 11 كيف نشبكها، نزيد غرزة ونشبكها دائما في اللي مقابلتها من الجهة الأخرى، ونزيد الغرزة الأخيرة ونزيد نشبكها هكذا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خلاص شبكنا. الآن
واش عندي 3 تزايدات عمود. شوف 3 تزايدات عمود راح نخدمهم عادي بلا تشبيك. التزايد الاول، العمود الاول والعمود الثاني، والتزايد الثاني ها هو العمود الاول والعمود الثاني، والتزايد الثالث ها هو العمود الاول والعمود الثاني. الان غرزة حشو ونشبكها مع اللي مقابلتها. لهنا راح نخلف 3 اللي درنا فيهم التزايدات، ونروح لهنا للغرزة من الأعمدة. غرزة الحشو الأولى هذه راح نشبك فيها الغرزة المقابلة. ها نزيد الغرزة الثانية ونشبكها كيف كيف، ونزيد الغرزة الثالثة ونشبكها، ومادام راني في الإبهام يعني 4 غرز، ونزيد الغرزة الرابعة ونشبكها. فوالا ها بقى لي مكان الإصبع مفتوح وما بين الأصابع مغلوق. ها 4 غرز حشو اللي هما تاع الإبهام هنا. الآن كيف كيف راح نزيد 3 تزايدات أعمدة في الغرزة الأولى، العمود الأول والعمود الثاني، وبعد العمود الأول والعمود الثاني، وبعد العمود الأول والعمود الثاني. هذو ما فيهمش تشبيك. نرجع لغرز الحشو. الآن 3 غرز حشو. هاني درت الأولى ونروح للي مقابلتها نشبك فيها الخيط هكذا، ونزيد الثانية ونشبك فيها الخيط، ونزيد الثالثة ونشبك فيها الخيط. الآن 3 غرز حشو في الأصابع الآخرين، 3 فقط. هاني شكلت الإصبع الثاني، شكلت الأول وشكلت الثاني. الآن 3 تزايدات أعمدة، هذا الأول والثاني، وهذا الأول والثاني، وهذا الأول والثاني. كيف كيف نزيد غرزة حشو الأولى ونشبكها مع غرزة الحشو المقابلة، نزيد الغرزة الثانية ونشبكها كيف كيف مع اللي مقابلتها، ونزيد الثالثة ونزيد نشبكها مع اللي مقابلتها، ونزيد تزايدات الأعمدة 1 زوج 1 زوج 1 زوج. الآن غرزة الحشو ونحطوها مع اللي مقابلتها كيما عملنا الأصابع الآخرين. يعني ما حبيتش نقطع الفيديو لأنهم البنات قالوا لي ما فهموش مليح هذا المرحلة تاع التشبيك، لأنهم صراحة انا كنت خدمت هذه القفازات وبنات بزاف جربوا وسالوني قالوا لي حصلنا. يعني هذا نحكي على جروب بريفي تاعنا. الان 3 تزايدات عمود، هذا الثالث شبكناها الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. الان نشبكوا الخامس، هاي غرزة الحشو نشبكه مع الغرزة اللي وراء الأعمدة هذه الأولى. والآن كما درنا منا راح نديرو منا كيف كيف. كل غرزة
راح نتحصلوا على 17 غرزة. كل غرزة راح نشبكوها مع الغرزة اللي مقابلتها. كل غرزة راح نشبكوها. الآن عرفتوا الفكرة. أنا راح نكمل هذو 17 ونرجع لكم. هو كملت التشبيك. ها هو هذا القفاز، ها هو كيف حضر. الآن راح نديرو لي كوت اللي يجيو منا. هذا لي كوت اللي يجيو منا. واش راح ندير؟ نرجع نخدم هكذا دائريا، هكذا ندير 18 غرزة حشو منا، 18 غرزة حشو منا. ندير سلسلة ونخدم غير غرز الحشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. هكذا نزيد 18 من الجهة الثانية. خدمنا 18 منا و18 منا. الآن راح نجي لهذه الغرزة الأولى، هذه اللي درناها الأولى. شوفوا واش راح ندير. راح ندخل الكروشي قبلها ونخرجه بعدها هكذا. يعني راح ندير غرزة حشو أمامية مباشرة هكذا بلا ما نغلق السطر. غرزة حشو أمامية. بعد راح نجيب من التحت ونخرج الكروشي ونعاود ندخله هكذا. ندير غرزة حشو خلفية. لاحظوا هكذا وهكذا أمامية اللي موراها من التحت، هكذا وهكذا خلفية. ونكمل بهذه الطريقة أمامية خلفية، هكذا أمامية خلفية. كل مرة غرزة حشو أمامية وغرزة حشو خلفية هكذا. حتى نكمل السطر تاعي كامل. نكمل السطر ونرجع لكم. هاني كملت السطر الثاني، رجعت للغرزة الأولى. كيف هذه الأمامية فوقها غرزة حشو أمامية، والخلفية فوقها خلفية. يعني كما درنا السطر اللي قبل راح نعاودو عدة أسطر بنفس الطريقة. الأمامية فوقها أمامية والخلفية فوقها خلفية. لاحظوا الأمامية أمامية والخلفية خلفية. راح نكمل بهذه الطريقة عدة أسطر. يعني كل وحدة عندها الاختيار أنها تخير العرض نتاع لابارتي هذه. اللي تحب تطلعها بزاف تطلعها، اللي تحب اكزامبل اللي تحب ديرها غير شوية هنا برك اللي تحب ديرها هكا ديرها، عندها الاختيار. لاحظوا أنا لهنا قداش نسطر درت هنا درت أعمدة 1 2 3. ما تولهتش بلي هنا درت أعمدة. ليسونسيال كيف تكملوا بهذه الطريقة. قداش نسطر حبيتوا وتقطعوا الخيط. واللي حبت جاتها غرز الحشو ضيقة تخدم كما خدمت أنا هنا غرز أعمدة. أنا هنا درت عمود أمامي عمود خلفي عمود أمامي عمود خلفي. راح نعاود نوري لكم الطريقة تاع الأعمدة باش يجيوني انايا كيف. اوكي. بالنسبة كما قلت لكم طريقة ثانية أعمدة. لاحظوا عملت 18 عمود أعمدة، 18 عمود منا 18 عمود منا، يعني 36 لو طور فيه 36 عمود. الآن لهنا عند الغلق لاحظوا كيفاش نغلقوا. ما نغلقش بمنزلقة كيما هما الفين نديرو هنا، لا راح ندخل هكذا
في هذا العمود، ماشي في السلسله، في هذا العمود الاول هكذا نغلقه بهذه الطريقه باش العمود هذا يبقى لي لبرا، وندير سلسلتين. لاحظوا كيفاش يخرجوا لي مباشره طالعين. بعد العمود اللي من وراه خلفي، العمود اللي من وراه امامي. اعمده سهلين يعني على غرز الحشو، اللي تحب تسهل على روحها دير هكذا اعمده وخلاص. هكذا عمود امامي، عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي. كملنا هكا سطر. نزيد نوري لكم كيفاش نغلقوا. لاحظوا هاكا باش يجيو. لاحظوا راني كملت السطر الثاني، لحقت لهنا للعمود الاول. لاحظوا الغلق راح نجيب من تحت هكذا ونغلق منزلق باش يبقى لي خارج هكذا. نزيد سلسله 2 ها تشكل لي العمود اللي الفوق حتى هو خارج كيفهم امامي. نزيد خلفي امامي هكذا، عمود خلفي وعمود امامي حتى للاخير. ها هو كملت. لاحظوا لي كوت كيفاه جاو. الان راح نغلق عادي كيما مالفين نغلقو. نقص الخيط تاعي عادي، وهذا الخيط نخفيوه من التحت داخل العمل، بحيث حتى كي تغسل القفازات ماهوش راح يطلع هذاك الخيط. الان لاحظوا كملنا لابارتي تاعنا تاع ليغو. ها زي بعضهم. الان باش ما نغلطوش في التلصيق في لصق الدوائر، نحطوهم هكذا مقابلين باش ما نغلطوش. لا تغلطوا تلصقوهم في زوج زي بعضهم هكذا مقابلين، الابهام عند الابهام. ونجيبوا الدوائر تاعنا لصقوا فقط بالبيستولي ولا بالبرا والخيط كيما تحبوا. يعني انا فقط لصقتهم بالبيستولي، حكموا تري بيان هكذا. 5 يجي القلب في الوسط كيف هذه هكذا، ونلصقوا دوائر. وهذه دائرة واحدة، هاي الدوائر تاعنا راح يلصقوا هكذا. دوك نوري لكم كيفاه نخدموا الدوائر والقلب. ولهنا راح نجيو نمشيو الخيط بنفس اللون، وهو بنفس اللون. ندير عقدة ندير هكذا عقدة، ونمشي ندير زوج خطوط هكذا. نديرو زوج خطوط هذو. شوفوا واش ندير. راح نجيب درت العقدة، نجيب الخيط من التحت لهنا في الحاشية، الخيط هذا نسحبه من التحت هكذا، ونبقى نسحب هكذا، نسحب الخيط هكذا. هذه هي الطريقة اللي نسحب بها الخيط. هاي هذه الطريقة اللي نسحب بها الخيط. لاحظوا ندير هكذا مرتين بهذه الطريقة ساير داير، ونزيد نعاود ندير خط واحد اخر. اللي حبت تدير الخطوط هكذا تعمل، واللي ما حبتش تدير الخطوط تقدروا ديروا هذه المنطقة هذه باللون هذا. بعد ديروا المنطقة هذه كاملة، ديروا ما ديروش الخطوط هذو صافي، تلونوا لي كوت اللي يجيو من تحت. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كان لي غون هذو خدمتوهم أو القفازات هذو معمولين
الطفله البنت راح تحطوا لها القلوب، لكن اذا كان معمولين للطفل ديروا فقط دائره، لانه الطفل ديروا له القلب ما تصلحش، ديروا فقط دائره. واللي تحب ما ديرش خلاص الدوائر، تخليها هكذا سامبل ساده هكذا، ودير بابيون من هنا ماشي في الكف، من هنا الفوق، يعني راح يجي بابيون هنايا. تقدر ثانيك تخدم بابيون، تخدم قلب معلاق، تخدم يعني التزيين لكم الاختيار في التزيين، زينوه كيما تحبوا. نرجع للدوائر، هذا النقطة هذه فهمتوها صايي. نرجع للدوائر. الدوائر واش ديروا؟ دائرة سحرية، نسحبوا الخيط هكذا، نديروا سلسلة ونعملوا 10 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7، نسحب شوية الخيط، 8 9 10، كملنا 10، نسحبوا الخيط تاعنا هذا مليح هكذا، ونروحوا للغرزة الأولى نديروا منزلقة، نديروا سلسلة ونقطعوا الخيط ونخبيو هذوك الخيوط من التحت، نقطعوا الخيط ونخبيو الخيوط من التحت، هاي فقط. هذا بالنسبة للدائرة. بالنسبة للقلب، القلب كيفاش نعملوه؟ حتى هو دائرة سحرية، الخط الأول والثاني ونسحبو هكذا، نغلقو بسلسلة على الدائرة تاعنا، ندير سلسلة ثانية وسلسلة ثالثة، هكا يجيو ثلاثة سلاسل، بعدهم 3 عمود بلفتين، عمود بلفتين، هذا عمود بلفتين الأول، عمود بلفتين الثاني، وعمود بلفتين الثالث، هكذا 3 عمود بلفتين، بعد 3 عمود عادي بلفة واحدة، 1 2 3، هكذا 3 عمود بلفتين و3 عمود عادي، بعدها سلسلة، بعدها عمود بلفتين، ها هو نصف القلب، نزيد سلسلة ونزيد واش درنا من هيك نعاودو نديرو من هيك 3 عمود عادي، و3 عمود بلفتين، بعد 3 سلسلة ومنزلقة. بعد واش ندير؟ نسحب هذاك الخيط تاع لانو ماجيك تاع الدائرة السحرية، وها هو شكل لي القلب، ها هو القلب تاعي بكل سهولة. هذا جا شوية صغير باسكو خدمته بكروشي صغير، خدمته ب1.80، هنا خدمته ب2.5، شوفوا كيفاه جا شوية كبير عليه، داكوغ. هذه هي القفازات، ها هو القلب. تبقى النتيجة النهائية، ها هي النتيجة النهائية، نلصقوهم بالبيستولي برك ونديروا 2 خطوط هذو وخلاص. ها هو في اليد، هذا لأنه حجم كبير، لاحظوا ها هو كيفاش يجي في اليد، هذا حجم كبير خدمته بالخيط الصوف على 2، وهذا حجم صغير خدمته بالخيط على 1 فقط. ها هي النتيجة. اللي تحب دير بابيون لهنا ولا دير تعليقة ولا دير واش تحب، تخليه سامبل كيما تحب.
إن شاء الله تكونوا كامل استفدتوا من الورشة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.